السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة ساس دراما، وأهلا فيكم بالجزء الثاني من سلسلة زوجات وعائلات ممثلين مسلسل باب الحارة. باب الحارة هو أنجح مسلسل سوري، وهو من أنجح المسلسلات العربية، وبالتأكيد لن يكتمل نجاحه لولا تألق الممثلين فيه. وبهذا الفيديو سنتعرف أكثر عن هؤلاء النجوم وعن حياتهم العائلية ومعلومات ممتعة عنهم. ولكن يا أصدقائي قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا حط لايك الفيديو، وإذا كنت من محبي مسلسل باب الحارة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد وممتع عن المسلسل. ولا تنسى متابعة الجزء الأول من السلسلة لأن فيها الكثير من نجوم باب الحارة الرائعين. والسؤال لكم أصدقائي المتابعين اليوم: من هي أكثر شخصية تحبها من الشخصيات الموجودة في هذا الفيديو؟ وبسم الله يا أصدقائي نبدأ. النجم الأول الذي قام بدور معتز، واسمه الحقيقي وائل شرف، وهو من مدينة حلب، وعمره الحالي 44 سنة وديانته الإسلام. أنت حترجع على باب الحارة الجزء 11 بشخصية أبو شهاب؟ خير إن شاء الله. لا ما راح أرجع بشخصية أبو شهاب، ولا راح أرجع يعني إذا بدي أرجع على باب الحارة برجع بشخصية معتز، ما برجع بشخصية أبو شهاب. وائل شرف هو ابن الفنان الكبير صبحي الرفاعي، وهذا المشهد الوحيد الذي جمع السيد وائل ووالده في نفس المشهد. ولاد لك دخيل عيونك، ابني مرعي شلون هيك بدي اسيب مثل حكايتك عديل؟ السؤال هنا: كيف اسم الاب صبحي الرفاعي واسم الابن وائل شرف؟ الحقيقة أن السيد وائل هو الذي قام بتغيير اسمه ليشق طريقه في الفن اعتمادا على موهبته فقط، ولكي لا يكون لاسم والده أي دور في ذلك. أما عن حياته العائلية فالسيد وائل متزوج من السيدة خلود الصوة، ولديه منها ولدين هم ليمار وجود. وإليكم بعض الصور العائلية للسيد وائل. الممثل التالي الذي قام بدور عصام، واسمه الحقيقي ميلاد يوسف، وهو من مدينة حمص، وعمره الحالي 45 سنة وديانته المسيحية. باب الحارة انتهى بالجزء التاسع مع الأستاذ بسام الملك، وهذا العمل لا يعنينا، وأصلا المشاهد شاف أنه هو ما بيعني ولا بيعني العمل. ميلاد يوسف من كبار الممثلين، حيث بدأ التمثيل منذ سنة 1997، وله كاريزما خاصة وحضور رائع بكل مسلسل يشارك فيه. أما عن حياته العائلية فالسيد ميلاد متزوج من السيدة هوري، ولديه منها ولدين هم ماركوس وفيديل. وإليكم بعض الصور العائلية للسيد ميلاد. الفنانة التالية التي قامت بدور هدى زوجة عصام، واسمها الحقيقي رشا تقي، ولدت في لبنان، وعمرها الحالي 36 سنة وديانتها الإسلام. ما بعرف يا لطفي، حاسة حالي غير كل هالبنات، يعني لأمتى بدي استنى ليجيني ولد؟ رشا تقي هي من عائلة فنية كبيرة، حيث هي بنت الممثلة القديرة سامية الجزائري التي قامت بدور أم عصام، وهذا مشهد جمع السيدة رشا بأمها في نفس المشهد. ايه والله ما عرفتها، امتى كبرتي وصرتي عروس؟ هاتي بوسة اقبريني هاتي، بسم الله وما شاء الله. أما عن حياتها العائلية فالسيدة رشا متزوجة منذ العام 2009 من السيد عامر مجذوب، ولديها منه طفلان. وإليكم بعض الصور العائلية للسيدة رشا. الفنانة التالية التي قامت بدور خيرية، واسمها الحقيقي إمارات رزق، وهي من مدينة درعا، وعمرها الحالي 36 سنة وديانتها الإسلام. بعدين ام صابر ذكر عينك هالقد قدها، بكره ما بيضل عرسان بالحارة وبتقولي يا حيف ويا ندى. تزوجت أول مرة من المخرج والممنتج السوري يوسف رزق، وهو الذي أدخلها عالم التمثيل وأعطاها أدوار في مسلسلاته مثل مسلسل قتل الربيع وحارس الصمت. ولكن زواجهم لم يدم إلا عدة سنوات ليتم انفصالهم، ولديها ولد واحد من زوجها الأول. وفي عام 2010 تزوجت السيدة إمارات للمرة الثانية من المطرب حسام جنيد، وأنجبت منه طفلين هم وطن وإحساس. وإليكم بعض الصور العائلية للسيدة إمارات. الفنانة التالية التي قامت بدور دلال، واسمها الحقيقي أناهيد فياض، وعمرها الحالي 48 سنة وديانتها الإسلام، وهي فلسطينية ولدت في الأردن وتحمل الجنسية الأردنية. خالد تاج تاريخ
ومثل كل العظماء عنا ننسى نكرمهم وهن عايشين. التبولة طيبة كتير، بعدين الحديد فيها حديد كتير مفيدة. طيب عاشت السيدة دلال طفولتها ودرست في سوريا، وأتقنت اللهجة السورية بشكل رائع، وشاركت بالعديد من المسلسلات السورية، وكان أشهر دور لها هو دورها في مسلسل باب الحارة. أما عن حياتها العائلية فالسيدة دلال متزوجة منذ العام 2011 من وزير الاتصال والتكنولوجيا الأردني مثنى غرايبة، ولديها منه طفلها الوحيد واسمه كرم. وإليكم بعض الصور العائلية للسيدة دلال. الفنانة التالية التي قامت بدور لطفية واسمها الحقيقي ليليا الأطرش، وهي من مدينة السويداء وعمرها الحالي 40 سنة وديانتها الإسلام. فهن اكيد صعبين وبيعزوا علي اني انا اترك باب الحاره، بس للاسف كانت شوي الظروف صعبه، ظروفي صعبه وظروفهم كمان صعبه، وهن ما كانوا قادرين ينطروا ابدا. ليليا الأطرش هي من عائلة فنية عريقة، فهي إحدى حفيدات الفنان الكبير فريد الأطرش. أما عن حياتها العائلية فالسيدة ليليا إلى الآن لم تتزوج، وشاهدوا ماذا قالت عندما سألها المذيع لماذا لم تتزوجي إلى الآن. هي بالاخر يا مصطفى بعرف توفيق، لا ونصيب يعني صح. انت اوقات اذا فتحتي الباب حيجوا، بس اذا مسكرتي الباب مفتوح فقط يعني للجادين. الفنانة التالية التي قامت بدور خيرية في الجزء السادس، واسمها الحقيقي عهد ديب، وهي من مدينة حمص، وعمرها الحالي 41 سنة وديانتها الإسلام. بحاول إني نرتبط رسميا مع بعض وما بتزبط القصة، بس زبطت على السوشيال ميديا بالخبر إنه نحن ارتبطنا، بس نحن أبدا بس بالمسلسل. أما عن حياتها العائلية فقد تزوجت السيدة عهد أول مرة من الممثل جلال الطويل، ولكن زواجهم لم يدم إلا عدة سنوات ليتم انفصالهم. وفي عام 2014 خطبت الفنانة عهد للمخرج السوري يزن أبو حمدة، ولكن لم تستمر خطبتهم طويلا وانفصلا. وإليكم بعض الصور المميزة للسيدة عهد. الفنان التالي الذي قام بدور صبحي واسمه الحقيقي عاصم حواط، وهو من مدينة السلمية وعمره الحالي 45 سنة وديانته الإسلام. لهجة أهل السلمية، أهلا وسهلا فيك، نورتنا، وإن شاء الله هيك الزيارة الجاية بدنا نطعميك معجوقة ونشربك متة. أما عن حياته العائلية فالسيد صبحي متزوج، لكنه يفضل إبقاء عائلته خارج الأضواء، ولم ينشر أي صور لعائلته ولا أي معلومات عنهم، لكنه لفت انتباهي جدا تقليده الرائع للممثلين. سأعرض لكم بعضا منه. الفنان الحقيقي مو هو الفنان اللي بيقلد غيره، لأنه الفنان مصطبة نازل يدق على الورق. لكن شو عم تحكي انت؟ إذا عرفتوا يا أصدقاء السيد عاصم مين كان عم يقلد اكتبوا لنا بالتعليقات. الفنانة التالية التي قامت بدور زهرة واسمها الحقيقي ديمة الجندي، وهي من دمشق وعمرها الحالي 45 سنة وديانتها الإسلام. فوتي يا أبي فوتي. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. تزوجت السيدة ديمة من المخرج فراس دهني، ولديها منه طفلتها الوحيدة واسمها تيا، ولكن زواجهم لم يتم طويلا وانفصلا في عام 2013، وهي الآن غير متزوجة. وعليكم بعض الصور العائلية للسيدة ديمة. الفنان التالي الذي قام ببراعة بدور الصيف الأعمى، واسمه الحقيقي معن عبد الحق، وهو من مدينة دمشق وعمره الحالي 43 سنة وديانته الإسلام. بدي اشوف ليش جوازته معسرة مع انه شاب قبضاي وشغيل، وحدوه. أما عن حياته العائلية فالسيد معن معروف أنه من رافضي الزواج، ولم يتزوج إلى الآن، ولكن في عام 2018 خطب امرأة لبنانية واسمها نوال محمود الخير، ولكنه أعلن انفصالهم بعد فترة، وبقي إلى الآن أعزب. وإذا كنت عم تتابعني لهون يا صديقي معناتها المقطع عجبك، فضلا منك يا صديقي حط لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنسى تشوف الجزء الأول من السلسلة رح يطلع قدامك هلا. وأشوفكم أصدقائي بفيديو جديد. سلام.